ليه ديفيد بيكهام مكتئب؟ البريطاني ديفيد بيكهام قاعد على كرسي الاعتراف في مسلسل باسمه مكون من 4 حلقات. ديفيد بيكهام اتكلم مثلا عن موقف السير أليكس مدرب مانشستر يونايتد السابق لما ضربه بالجزمه واتعور فوق حاجبه. ده كان بعد الهزيمه من ارسنال 2003، وكان اتقال على بيكهام ان هو متخاذل بسبب ان هو عايز يروح ريال مدريد، وفعلا السير أليكس قال له مع السلامه وراح ريال مدريد الموسم اللي بعده. بيكهام كمان اتكلم على خيانته لمراته فيكتوريا، وانه كان على علاقه مع مساعدته الخاصه، وقال كل دي مجرد اشاعات وما حصلتش حاجه زي دي ابدا. ديفيد قال ان الفتره دي كانت صعبه جدا عليه وحاسس ان العالم كله ضده. ديفيد بيكهام كمان اتكلم عن فتره اكتئابه، وده بعد مونديال 1998 لانه كان اتطرد في ماتش الارجنتين. كل اللي كان بيشوف بيكهام بعد كده لا مؤاخذه يعني كانوا بيتفوا عليه. واعترف بيكهام ان اكله كان ضعيف جدا ودخل فعلا في مرحله اكتئاب، لان الماتش ده خلص 2-2 ووصلوا لضربات الجزاء والارجنتين كسبت 4-3. بس كده، فانت ايه اكتر هدف فاكره لبيكهام؟ وايه اكتر فتره بالنسبه لك حبيته فيها، لما كان في مانشستر يونايتد ولا لما راح ريال مدريد؟ وسلام.